10 مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضيلة التريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استيلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. سيمينار النيوترينا في جدة. تنظيم مهرجان رياضة الناشئين في الإقليم الأوسط. في حصاد في بلوج. خلاف داخل التحالف الدولي بسبب مقاتلي داعش. وزير الدفاع الأمريكي يطالب سول بزيادة الإسهام في تكاليف بقاء القوات الأمريكية، وروسيا تتبادل جواسيس مع النرويج وليتوانيا. أهلا بكم من التفاصيل. عقد وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح سيمينارا في 14 من نوفمبر للمشاركين في مهرجان الرجال الإثرية في جدة وضواحيها بالمملكة العربية السعودية حول الأوضاع الراهنة في البلاد والتطورات الإقليمية وبرامج التنمية التي تقوم بها الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطن. وقال السيد عثمان أن اتفاق السلام والصداقة الموقع العام الماضي بين إريتريا وإثيوبيا والأرضية التي مهدها للتعاون والتكامل نتاج الجهد الدبلوماسي الحثيث للحكومة الإريترية لسنوات طوال، مؤكدا أهمية العلاقات البناءة التي بدأتها دول المنطقة على أساس الاحترام المتبادل والتكامل لسلام وازدهار المنطقة والقارة الأفريقية والعالم، موضحا في الوقت ذاته العدايات والمؤامرات التي استهدفت السيادة الإريترية خلال السنوات العشرين الماضية وفشلت بالتصدي القوي الواعي قد عملت في تقوية إريتريا كدولة التي أطلقت في العهد الجديد برامج تنموية كبيرة لتسخير كافة الموارد بغية تطوير البنية التحتية للمواصلات وتوسيع الموانئ وتوفير الطاقة والمياه والتنمية الزراعية وغيرها. وحول فرص الاستثمار أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الفرص التي وضعتها الحكومة منحت الأولوية للمواطنين خاصة في مجالي الزراعة والصناعة، وأجاب على استفسارات الحضور. واختتم مهرجان الرجال الإثرية في جدة وضواحيها أمس 15 من نوفمبر بتقديم الجوائز للفرق الفائزة في المناشط الرياضية وحفل نحيته الفرق الفنية التي ذهبت من البلاد. نظم في الإقليم الأوسط اليوم 16 من نوفمبر باستاد أسمر الدول المهرجان 11 للمواهب الرياضية الناشئة. حضر المناسبة قائد هيئة أركان وزارة الدفاع الفريق فيليب أوسوالد يوهانس وحاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياء وكبار المسؤولين في الحكومة والضيوف وآلاف الطلاب. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط السيد اندرياس اسمرم أن الرياضة من البرامج الأولوية من البرامج الأولى التي عملت لتنشئة المواطن صحيا وليكون منتجا ومنضبطا، وانطلاقا من هذا المبدأ ونتيجة الفرص التي أتاحتها الحكومة ينظم برنامج رياضة الناشئين للسنة الثامنة بتعاون إدارة الإقليم الأوسط والمديريات والشركاء. وأوضح أن هذا المشروع الذي بدأ عام 2004 بالمنافسات الرياضية الصيفية للأطفال انتقل في العام 2012 إلى برنامج تدريب منتظم للناشئين، ويشارك فيه سنويا حوالي 5000 طالب من 16 مديرية. وشاركت في منافسات هذه السنة 86 فرق في كرة القدم وألعاب القوى في كلا الجنسين وسباق الدراجات الهوائية. وتوجت مديرية ترافولا بلقب كرة القدم للعمر 14 و 15 عاما، وفاز فريق مايتمانا على قدايف للإناث بضربات الجزاء الترجيحية. وقدمت في ختام المناسبة جوائز للفائزين على المستويات الفردية والمديريات، وفازت قدايف بالكأس لفوزها ل3 سنوات متتالية. يقوم سكان مديرية جولوج بنفير حصاد في مشروع قرصة الزراعي. وأوضح السكان عن توقعهم لحصاد محصول وفير في المزارع الخاصة والحكومية أفضل من العام الماضي لغزارة الأمطار هذا السنة، ويهدف النفير لتحقيق ذلك.
وذكر مدير المديرية السيد الأمريم عن زراعة مساحة 94,000 هكتار بالذرة والسمسم والدخن، وقد نمت معظم المزارع جيدا، والتركيز الأول حاليا هو حصاد وجمع المحصول. في غضون ذلك جرت أنشطة نفير من 23 من أكتوبر الماضي إلى حصاد المزارع في 17 ضاحية بمديرية ابن حيلي بمشاركة السكان وقوات الدفاع وعمال المؤسسات الحكومية والطلاب. وأشار مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد منقسط عامر عن حصاد مساحة 6731 هكتارا حتى الآن. أعلنت مؤسسة المواشي والقلال أن رؤوس الماشية التي يتم تربيتها في مزارع جنوب غرب القاش بركة تتكاثر بصورة جيدة لتأمين اللحوم والألبان. وأوضح مسؤول مزارع الجنوب الغربي السيد حيلس قهبتان المشروع الذي انطلق بعدد محدود من الماشية في قرصة وفيسكو وعد عمر يمتلك حاليا أكثر من 10,000 رأس من الأقنام وأكثر من 1000 رأس من الأبقار و400 من الإبل. وقال أن المشروع يهدف لتقديم اللحوم والألبان بأسعار مناسبة للمواطن، وأن تقديم الذبائح في الأعياد الدينية ومختلف المؤسسات الحكومية والجامعات جزء من ذلك. وذكر مسؤول تنمية الماشية في مشروع قرصة السيد كبرون قبرو عن وجود 3 أنواع أبقار ونوعين من الأغنام، وتحقق تكاثرا سريعا نتيجة الرعاية المتواجدة. من جانبه أوضح الطبيب البيطري الشاب حبن قيتون عن تجهيز الأدوية الكافية مع تكاثر الماشية، مؤكدا عدم وجود أمراض مغلقة لدى الحيوانات. احتفل الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع إقليم شمال البحر الأحمر في مدينة فعبت في 12 من نوفمبر الحالي بالذكرى 40 لتأسيس الاتحاد. وقالت مسؤولة فرع الاتحاد في الإقليم السيدة جمعة راكي أن مسيرة 40 عاما للاتحاد الوطني للمرأة كانت مرحلة تحقيق انتصارات كبيرة لرفع كل جوانب الوعي وتقوية التنظيم وضمان المساواة والمشاركة، داعية المرأة للتقدم في التعليم الأكاديمي والمهني للمزيد من الإنجازات. بجانبها أوضح مدير مديرية فعبت السيد أحمد محمد نور رجب عن عدم وجود مهام متكاملة دون المشاركة النشطة للمرأة، مؤكدا تقرير النظرة السلبية تجاه المرأة مع الوقت وتحقيق مشاركتها في كافة المجالات بالعمل التطبيقي. وشهدت المناسبة فعاليات فنية وثقافية. سيداتي سادتي إلى فاصل مسمى وفيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. مارست الولايات المتحدة ضغوطا على الدول المشاركة في التحالف ضد تنظيم داعش للموافقة على استقبال مواطنيها المرحلين من مقاتلي التنظيم، لكن رغم الإجماع على خطورة المشكلة فلا تزال هناك خلافات بشأن الأمر. واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف العالمي ضد داعش في واشنطن لمناقشة الخطوة المقبلة في مواجهة التنظيم المتشدد الذي قتل زعيمه أبو بكر البغدادي الشهر الماضي في قارة أمريكية شمال غربي سوريا. كما عقد على هامش الاجتماع اجتماع برئاسة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمجموعة سوريا التي تضم وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر فرنسا بريطانيا ألمانيا الولايات المتحدة، حيث تم بحث التطورات السياسية والعسكرية في سوريا منها اللجنة الدستورية واجتماعاتها الأخيرة في جنيف. حث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر كوريا الجنوبية على دفع المزيد لتغطية تكاليف القوات الأمريكية المتمركزة بها والإبقاء على اتفاق تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان. وقال إسبر في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي جون كيونغ دو أنه يتعين على البلدين التحلي بالمرونة فيما يتعلق بتدريباتهما العسكرية المشتركة من أجل دعم الجهود الدبلوماسية المستمرة لإنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي. لكنه أحجم عن إعلان أي تغييرات في التدريبات التي تجري الشهر المقبل والتي انتقدتها بيونغ يانغ بشدة. وتسابق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الزمن لإبرام اتفاق في الأسابيع المقبلة لتغطية نفقات الإبقاء على وجود عسكري أمريكي قوامه 28,500 فرد يهدف لردع كوريا الشمالية.
وقال مسؤول كوري جنوبي في الأسبوع الماضي أن مسؤولين أمريكيين طالبوا بما يصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، أي ما يتجاوز 5 أمثال ما وافقت سول على دفعه هذا العام بموجب اتفاق مدته عام واحد. قال رئيس جهاز مكافحة التجسس الليتواني أن روسيا والنرويج وليتوانيا تبادل الجواسيس، مما يمهد لعودة عدة عملاء جرى القبض عليهم إلى بلدانهم. وجاء في بيان الرئاسة الليتوانية أن نيكولاي فيليبشينكو وسيرجي موسيكونكو أعفيا من قضاء باقي عقوبة السجن بحقهما، وبإطلاق سراح سجينين ليتوانيين لديهما يفجيني ماتايتيس وارسيستيراس، وأيضا مواطن نرويجي. وقضايا التجسس تؤثر سلبا في العلاقات بين موسكو ودول البلطيق التي كانت جمهوريات سوفيتية وباتت أعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وتصاعد القلق في هذه الدول بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014. وختاما لهذه النشرة يأتيكم من الهند، حيث توافد الآلاف من السياح من مختلف أنحاء العالم إلى بلدة بوشكر في إقليم راجستان الصحراوي غرب الهند للمشاركة في أكبر معرض للجمال في العالم. وخلال هذا المهرجان الفريد من نوعه الذي استمر لمدة 5 أيام، تستمتع الوفود بالعروض التي تقام من فقرات مسرحية وعروض راقصة وموسيقى تجسد ثقافة الهند الفنية. وشهد اليوم الأخير من معرض بوشكار منافسة شرسة بين التجار والقرويين الذين قدموا إلى المكان لشراء الإبل بأفضل الأسعار. وبعد ساعات وساعات من المقاومة والمساومات، خرج العديد من التجار ومعهم آلاف الرؤوس من الماشية. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.